ازيك يا شباب؟ فيديو جديد من قناة مشغلة. النهارده هنقول لكم فكرة الصوم ويعني ايه صوم وبنصوم ليه. احنا بنصوم يعني الصوم احنا نمنع نفسنا من الاكلات، يعني الكلام ده جايبينه مش من مخنا، جايبينه من الكتاب المقدس من التكوين. يعني مثلا زي ربنا قال لآدم وحواء لما ياكلوا من كل الشجر ما عدا شجرة الخير والشر. يعني معنى كده ان الصوم بنمنع نفسنا من اكلات، يعني بنمنع نفسنا. مش بس كده، كمان فكرة الصوم موجودة من زمان خالص، وهنلاقيها عند اليهود وفي شريعة موسى ان هم كانوا بيصوموا لفترات معينة، ولما بيفطروا كانوا بيفطروا على اكلات نباتي، وكان عندهم حيوانات كتيرة ممنوع ان هم ياكلوها. فنلاقي مثلا دانيال لما اتغرب وراح بابل منع نفسه ان هو ياكل من لحوم الاوثان، وكان بيصوم اليوم كله لحد الغروب، وكان بيفطر على بقوليات وبيشرب ميه بس. يعني الاكل النباتي مطلوب في الصوم. وكمان اصحابي ان ربنا صوم كمان، صوم 40 يوما و40 ليلة. ولما فطر ولما فطر على خبز، يعني عشان الروح الصيام اللي هو صامها ما تبوظش على الفاضي. يعني ما كانش ينفع ياكل اكل دسم ولا يفطر أيوة. على لحوم وحاجات زي كده. أيوة. وبرده لما جم يسالوا الرب يسوع، بيسالوه بيقولوا له ليه تلاميذك مش بيصوموا؟ تلاميذ يوحنا بيصوموا، تلاميذ الفريسيين بيصوموا، تلاميذك انت مش بيصوموا ليه؟ قال لهم اني ما ينفعش يصوموا ما دام العريس معهم. استنونا في فيديو جديد ومعلومه جديده. كل سنه وانتم طيبين. باي باي. باي باي.